السلام عليكم. ايه رأي حضراتكم لما النهاردة نتعلم مع بعض ازاي نتعامل مع الأعشاب بطريقة صح عشان تجيب معانا نسبة النجاح بتاعها يكون 100%. مفيش حد فينا جرب يتعامل مع الأعشاب وجابت معاه من أول مرة نتيجة. عارفين ليه؟ لأن احنا بنتعامل مع العشبة باستهتار ومش بطريقة صح. الأعشاب يا جماعة، أصل أي دواء بيكون أصله العشبة، يعني العشبة فيها كل حاجة احنا محتاجينها، لكن للأسف كلنا بنتعامل مع الأعشاب يعني معلش باستهتار شوية. أولا حضرتك ما تروحش تجيب أي عشبة من عند أي عطار وخلاص. أي عشبة تجيبها أيا كانت نوعها لازم تكون في ورقة مغلقة، لأن الأعشاب دي تعرضها للهواء عمال على بطال، أنا أقصد الهواء إنها في مكان مفتوح. العشبة فيه أنواع أعشاب بتبقى لازما تكون مغلفة، وفي انواع اعشاب ممكن عادي الهواء او موجودة في باكيتات كده مغلقة، وفي انواع اعشاب عادي انها تفضل بره. عشان كده بقولك لما تيجي تجيب انواع اعشاب بقى في اماكن دلوقتي وصيدليات متخصصة لبيع الاعشاب. حضرتك رايح تجيب عشبة هاتها في كيس مغلق معروف مدة الصلاحية بتاعتها وكمان مدة الانتهاء بتاعتها. الحتة دي مهمة جدا. دي حاجة. تاني حاجة، اي حاجة اجيبها لازم ان عيني تكون مبسوطة بمنظرها، ما اجيبش حاجة ريحتها مكمكمة، ما اجيبش حاجة ريحتها متغيرة، ما اجيبش حاجة مبللة، وما اجيبش حاجة من مصدر مش موثوق منه. الاعشاب هي اقوى حاجة ممكن تقضي على الامراض بامانة، بس لو حضرتك اتعاملت معاها بطريقة صح. طيب ده حاجة. تاني حاجة بقى، أنا ممكن وأنا ماشي على الطريق ألاقي أعشاب كتيرة جدا مفيدة جدا وأجيبها وأروح البيت أعمل منها للحمام بتاعي، للأسف يجيله إسهالات ويجيله أمراض وأنا ما كنش واخد بالي. بقول والله بأكل كويس وبعمل كويس وبرضه الحمام بتاعي صحته مش حلوة. لو حضرتك ماشي على طريق ولقيت مثلا ورقة زي ورقة الجوافة أو شجرة الجوافة، من أفضل المشروبات لنزلات البرد حقيقي، لكن ليه ما بتجيبش معانا نتيجة؟ لأن ورقة الجوافة اللي حضرتك جبتها أو ورق الجوافة اللي حضرتك جبته بكل بساطة مليان البيض بتاع الحشرات، الذباب والناموس والحشرات بجميع أنواعها بتقف على ورقة الجوافة، بتعمل إخراج وحضرتك مش واخد بالك إن ده مرض تاني للحمام بتاعي. حضرتك بتعمل مشروب عشان تقضى على البرد، وللأسف حضرتك بتعمل مشروب مش بيقضى على البرد، ده بيجيب للحمام برد وكمان بيجيب له أمراض. فبكل بساطة تاخد ورق الجوافة مثلا، انا بقول على سبيل المثال يا جماعة، هتجيب اي عشب او ورق الجوافة اللي انت جبته، عندك الفرشة نشتري فرشة مخصوص للحاجات دي، ما نستعملهاش في اسناننا ولما الفرشة تبوظ نقول نستخدمها بقى للحاجات دي. لا، انا اجيب فرشة من الصيدلية مخصصة لكده. هجيب الفرشة بتاعتي وبالمية عادي جدا هغسل الورق بتاعي، ابص الاقي معلهوش اي نوع من انواع اخراج الحشرات، يبقى كده الدنيا بقت تمام. بمسك الورقة بعد ما بعملها بالفرشة، وعلى فكرة مش هتاخد ثواني مع حضرتك، انا بستخدم الفرشة تحت المية بنضف الورق بتاعي او ورق الجوافة مثلا، او اي نوع تاني ان شاء الله هذكره لحضراتكم في الفيديوهات كلها عشان ما اطولش في الفيديوهات. بمسك الفرشة وانضف ورق مثلا لو يكن ورق الجوافة تحت المية، بكتفي بكده بس. لا، ده انا لما بنضف وبحوش الاخراج اللي كان موجود على ورق الجوافة، بمسك الفرشة بتاعتي لازم اغسلها بمية بخل، وكمان لازم اغسل الورقة تحت مية جارية عشان اتأكد ان مفيش اي نوع من انواع الاخراج على الورقه بتاعتي. بغسل الورقه كويس جدا كده بعد ما غسلتها بالفرشه، بغسلها كويس جدا جدا، وبعد كده باخدها بفوطه او بحاجه برضو مخصصه. انا بعمل عنده فوطه بغسل بيها الحاجات ديت وبحطها في الشمس وبنشف بيها، بتبقى خاصه للحمام بس. بجيب الفوطه اللي خاصه باعشاب الحمام وبمسكها يمين وشمال و بنشفها كويس،
وممكن امسك 7 8 ورقات احطهم فوق بعض واحطهم في كيس عندي في الفريزر، ولما اجي استعملهم اطلعهم احطهم على الرف بتاعي من تحت لما يبقوا لسه يعني من بالليل مثلا للصبح، واجيب اناء فيه مية وبغلي المية كويس جدا، وبعد كده بحط ورق الجوافة بتاعي وبسيبه من بالليل للصبح. بديل الحمام بتاعي بديله عشبة خالية من جميع انواع الميكروب، عشبة فيها كل حاجة ممكن فرد الحمام بتاعي يكون محتاجها. طيب أنا غسلت الأعشاب، إيه كمان ممكن أنا أعمله عشان ما تديش أعشاب بطريقة غلط؟ لما تيجي تدي العشبة بتاعتك، في أنواع أعشاب لازم تتغلى وفي أنواع أعشاب ما ينفعش تتغلى. طيب لو أنا غليت العشبة وما خدتش بالي أو نسيت أغليها لمدة 30 ثانية، لو نسيت مثلا وحطيت ما حطهاش على البوتاجاز أكتر من 30 ثانية، أكتر من 30 ثانية، مش كل شوية افتح الغطا افتح، لا، هو مجرد ما يغلي اطفي واسيبه لما يبرد تماما في الحلة بتاعته. كمان لما اجي اشتري اي نوع من انواع الاعشاب ما اعملهاش بالطين بتاعتها، نضف الاعشاب اللي كان اليانسون او الكمون او الكراوية، نقي منه الطوب والحاجات دي واغسله، ما تحطوش مباشر في المية، لازم تغسله كده وانت واقف، ما تغسلوش وتعينه، اغسله وانت واقف، وبعد كده برضو اغلي المية وحطها وبعد كده غطى عليها. طيب ما احنا طول عمرنا لا، برضه لما تجيبه وما تغسلوش وارد ان الذباب يكون واقف عليه، لازم تدعك كده الحاجات اللي تنفع تدعك بالايد ادعكها عشان الاتربة والحاجات اللي مش كويسة